بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنتكلم على العناية بالنباتات في فترة الشتاء والمطر، فترة الرياح الشديدة، فترة العاصفة الشديدة من الرياح من 3 إلى 13/2 اللي هو فبراير. طبعا المفروض نروي الأرض أو نسقيها قبل هذه العاصفة جيدا، لأن في أثناء العاصفة ديت ينتج نتح شديد وتبخير عالي يسبب إجهاد للنبات. طبعا أفضل سماد في هذه الفترة سماد البوتاس مع الهيوميك عشان بيعالج الإجهاد، أو معالج ملوحة أو كالسيوم أو بروم، بيدي قوة للنبات وصلابة حتى يتحمل طبعا الرياح الشديدة والموجات المتقلبة من الجو. ممكن نرش رشة أحماض أمينية مع بوتاس طبعا تجعل النبات يتحمل البرودة والعطش الشديد. بعد الرياح ينتشر الأكاروسات والعناكب وحلم الدودة وصناعات الأنفاق والتريبس، لابد من رشة لهذه الأمراض. طبعا الأتربة الشديدة على الورقة لازم نرش أبامكتين بنزوات أو أي مادة فيها زيت أو صابون بوتاسي لغسل الأوراق. تاني شيء اللي هو مقاومة الإجهاد، طبعا زي الرياح والحرارة الشديدة ممكن نرش رشة كالسيوم بالبرون أو رشة أحماض أمينية مع طحالب بحرية بتدي قوة للنبات. طبعا الاهتمام بالري قبل وبعد الموجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.